انا قلت باريس جايه تخلص الماتش من ملعب الامارات، ارخم فريق يقدر يطبق الضغط العالي على الخصم بعد برشلونه. لسعوهم هدف في اول 5 دقايق وبداوا بقى ينصبوا السيرك، تحرك بدون كوره، تحولات سريعه، ضغط عالي، استخلاص في الثلث الاخير بتاع ارسنال. وما اكتفوش بده هم راحوا بهجمات، هم مضيعين برضو اهداف. من اكتر الحاجات اللي استفزتني الفجوه اللي ما بين خط دفاع ارسنال ونص ملعبه، واللي كان بيستلم فيها اكتر من لاعب من باريس، ضمنهم فيتينيا وديمبلي اللي جاب الجول الاول بنفس الطريقه، استلم في نص الملعب براحته، وزع على الشمال لكفارة سخيليا، وتقدم كل ده بدون رقابه، وفي الاخر حط الجون الاول. على مستوى الباكات، نونو مندش اللي قرف ساكا، جبهه اشرف حكيمي وديزري دوي كانت خطيره في التحولات السريعه، مع البطء اللي كان فيه نص ملعب ارسنال وهو بيبني الهجمه. كان لازم الماتش يخلص كده، وكويس ان هو خلص كده الارسنال اصلا، لان الشوط الثاني الموضوع فرط منهم وبقى فيه مساحات في خط ظهرهم، وشفنا بدل العارضه 2. موضوع ارسنال يعبر باريس سان جيرمان ويوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا بقى صعب صعب صعب. على الجانب الاخر انا بتمنى ارسنال اصلا كواحد بيشجع برشلونه، لانها مش ناقصه فرهده يعني، كفايه عليا ماتشين انتر.